السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده بقى انا جيت عشان اشتري حاجه رمضان. منين؟ سوبر ماركت مصري في البرتغال، باص رقم 778 778. تركب الباص دوت من اي مكان في البرتغال، تعمل بحث عليه اللي هو 778، بيوصلك قدام على طول الباب بتاع السوبر ماركت. تعالوا بقى نخش ونشوف السوبر ماركت، وهنحط لكم برضو اللوكيشن والعنوان في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت، عشان خاطر اي حد عايز كمان عايش في البرتغال عاوز يجيب حاجه رمضان او محتاج اي حاجه من منتجات مصريه او منتجات عربيه. يعني تقدر تقول هو محل او سوبر ماركت مصري، ولكن هو في نفس الوقت برضو بيجيب منتجات برضو لاخواتنا العرب. دي اسم الشركه، شركه الواحه، شركه الواحه للاستيراد والتصدير. ده كان هنا مكانهم الاول اهو، المحل ده، وبعدين المحل دوت هنا حاطين فانوس رمضان، شايفين فانوس رمضان اهو، وخدوا المكان اللي هو التاني دوت برضو حاطين فانوس رمضان. تعالوا اوريكم اهو، فانوس رمضان متعلق فوق اهو. ما تيجي نخش ونشوف، يلا بينا. بس بتاع الفيشاوي خلي بالك. لا لا والله ده اللي عمله في لخله مخله، لخله مخله اي بتاع الفيشاوي. اول ما بقى بتخش بقى كده بتلاقي بقى الفانوس دوت، مش عارف هو ولا لو بيبيعه انا هشتري منه، بس مش عارف هيبيعه ولا لا. السلام عليكم. اول ما بتخش بقى بتلاقي قسم البهارات، دي جميع البهارات اللي انت ممكن تحتاجها. طبعا المصريين بيحبوا المحاشي فاكيد هيحتاجوا البهارات ديت. ده شكل المحل. خلينا بقى، مرحبا يا استاذ محمد، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. عامل ايه؟ طبعا استاذ محمد صاحب المكان هنا، وفي نفس الوقت راجل في قمه الادب وقمه الاخلاق، واسعاره كمان مش بقول كده عشان حاجه يا جماعه وببالغ، اقل سعر يعتبر في لشبونه، والناس اللي عايشه في البرتغال اكيد هتعرف الكلام ده. قول لنا بقى يا باشا، انت ايه الحاجات اللي عندك بتاعت رمضان؟ خلينا نبدا بحاجه رمضان. عينينا الاثنين. عندنا قمر الدين، عندنا تمر هندي، قمر الدين، تمر هندي، عندنا جميع انواع التمور. تمام. عندنا زينة رمضان نفسها. زينة رمضان؟ لا وريني، انا عايز اشوف. دي كلها زي اللي متعلقه دي يا حضرتك. زي الحاجات اللي فوق دي. ماشي. ده انت عندك كمان شيش اهو، بتبيع شيش؟ بنبيع شيش. وفي شيش كمان اهو. طب تمام، عشان الناس، وطبعا الناس بتيجي فول عشان الفلافل. انا من نفسي بصوا، انا دخلت قبل ما اصور اشتريت الحاجات ديت، عاوز اوريكم انا طبعا انا جاي اشتري ايه. الاساسي عندي الملوخيه، دي ملوخيه اسمها بسمه، ودي برضو باميه اسمها بسمه. كان عنده ملوخيه تانية، نوع تاني اسمه هي باسم نسمه، اللي احنا نسمه في مصر اللي هي بسمه، بس ده اسم التصدير. تمام. ده بقى قلقاس، برضو انا اشتريت قلقاس. الحاجات اللي انتوا شايفينها دي كلها انا باجي عشانها. دي طبعا طحينه، دوت هريسه تونسيه، بصراحه انا بحبها. وطبعا ده الفول الاساسي اللي انا جاي عشانه عشان رمضان. ده عدس، وده ده عدس اصفر، وده عدس اللي هو احنا بنسميه في مصر بجبه، وده اللي هو بقى لو عاوز تعمل بليله اللي هو بيسموه عندنا قمح او عاشوره او حاجات زي كده. ده بقى يا باشا الفول اللي انت مش هتلاقيه عند اي حد غير في المحل دوت. الفول ده اللي هو بنسميه عندنا فول المدشوش، اللي ممكن تعمل منه الطعميه وحاجات كتير، والبصاره والحاجات دي. خش بقى على التقيل والمحاشي، ورق العنب اللي برضه مش هتلاقيه غير عند سوبر ماركت الاستاذ محمد او شركه الواحه. ده قمر الدين برضو، خدت واحده. تمام. بالنسبه للمحاشي عندنا المحاشي ده ايه ده؟ البتنجان الاسود الصغير. بتنجان اسود صغير كمان للمحاشي. لا احنا وبيستخدم للمحشي. تمام. وكان عندي كوسه بس للاسف خلصانه حاليا. تمام. عندك الخير كله. طبعا احنا جايين في وقت يا جماعه، انا اتفاجئت ان انا مفكر نفسي ان انا جاي بدري، ولكن فوجئت ان انا جيت متاخر. دي برضو جبنه، انا استاذ محمد قال لي عليها، فيها شبه من الجبنه اللي هي الاسطنبولي. جبنه جميله جدا، في منها خفيفه الدسم وفي منها منزوع الدسم، في منها نوعين هنا جوه الثلاجه. ولكن انا بقول لكم على الحاجات اللي دي سمبوسه كوبيبه محشيه لحمه، دي عباره عن برغل ولحمه مفرومه وصنوبر بالمكسرات. تمام. وده بقسماط، وده زعتر،
والجبنه، البهارات اللي انا هحتاجها طبعا، دي الحاجات اللي انا جبتها اللي هي البهارات بتاعت الشيش طاووق، ودي اللي هي بهارات بتاعت الشاورما. طبعا الخل هنا مشهورين بخل التفاح في اي سوبر ماركت، انما الخل الابيض ده صعب ان انت تلاقيه الا برضو عند الاستاذ محمد او عند شركه الواحد. دي مرميه برضو لاخواتنا اللي هم السوريين والفلسطينيين والاردنيين. الخبز بقى اللي هو برضو مش هتلاقيه برضو غير عند الاستاذ محمد. الخبز ده ماركة تفاح، ماركة اعلى كواليتي في اوروبا كلها. اللي هو الخبز اللي هو قطره 28 قطره لانه صح 5 حبات جوه الكيس. تمام. اعلى حاجه تاني ده ايه؟ مجمده، طعميه مجمده، فلافل ماشي. مجمدة. دي جاهزه على طول، دي جاهزه على القلي على طول. على القلي على طول. بس للاسف معظم الحاجه الحمد لله خلصت علشان دخلة رمضان. باذن الله نوعدكم يوم الاثنين الجاي اللي هو زي النهارده. تمام. كل المفرزات جايه من اول وجديد. وطبعا احنا مش محتاجين ان احنا نتكلم ونقول كل حاجه موجوده هنا حلال وكل حاجه. طيب ايه تاني يا استاذ محمد غير انا شايف ما شاء الله بلح اللي هو فاخر. عندي الراعي المجهول ده اعلى حاجه. اسمه مجدول. وده بلح تاني، ده الخضري برضو حاجه نوعيه فخمه. عندي الجزائري دجلة نور، وده نوع تاني برضو من انواع التمور. وعند البرني السعودي من حجمين، ده اللي هو زي اللي احنا بنسميه عجوه عندنا بالظبط. تمام. وده الرطب الايراني. يعني عندك تشكيله حلوه من التمور يعني. الحمد لله دخلة رمضان كلها خير علينا كلنا الحمد لله. تمام. ودي حتى حاجات برضو اهي انا شايف مكسرات، حلويات ومكسرات وبقلاوه وكنافه وبتاع. تمام. نوجة. طيب وعندك برضو نوجه. وادي دي راحه حلقوم، ملبن بنسميها ملبن. والله حاجات زي الفل. وبسكويت معمول بالتمر. طب نخش هنا بقى، ده ايه بقى؟ دي جميع انواع السمنه. سمنه حيواني. دي سمنه نباتي. ودي سمنه نباتي. ودوت ورق عنب محشي. ده جاهز. ده جاهز على الاكل. غير ورق العنب اللي انا وريتها لك. بالظبط. طب والتاني ده؟ دي مسقعه. حلو جاهزه. الفول كلنا. حلو. عندنا هوت دوج حلال كبير وصغير، لحمه وفراخ. تمام. البلو بيف بتاعنا في مصر موجود هنا. تمام. الراعي اللانشون بجميع انواعه موجودين. تمام. المخللات من اول المكدوس للمشكل. مكدوس بتاع الخيار للفلفل للقته للزيتون العطون للزيتون الاخضر للخرشوف المعلب، كل الحمد لله موجود. طب نخش على اللي تحت. اللي تحت عندي دبس فلفله. تمام. عندي ده صوص عراقي اللي هو باربيكيو. تمام. صلصه، الهريسه، الطحينه باحجامها، وعندي حجم كبير للمطاعم. تمام. بتنجان مشوي بدل ما تجيبه تقعد تشوي وسعره ارخص من اللي موجود من الطازه. بتنجان ده اللي هو بابا غنوج. مظبوط. وعندي بابا غنوج المعلب. بابا غنوج المعلب كذا نوع. التسيح طبعا ده اعلى حاجه فيه. هنا ده الخل برضو البال. طيب نخش بعد كده بقى ايه اللي فوق ده؟ شاي احمد. ده شاي احمد وشاي معطر. انت كان عندك شاي العروسه بس خلص للاسف. خلصان الحمد لله. تمام. السفاره سحبته كله. السفاره المصريه سحبته كله. تمام. بس ان شاء الله جاي لنا دفعه ثانيه جديده. تمام. وده شاي؟ ده شاي باكت اللي هو ال100 فتله. تمام. عرقسوس. تمام. نشا خميره. سحلب. جيلي بانواع وكريم كراميل. تمام. واللي تحت ده بقى؟ القهوه عندي كذا نوع، بن حسين، بن نجار، بن هيل ومن غير، وبن تركي. تمام. ودي بربكان. حلو. دي وراني. راني دي اللي هي اللي تحت العصاير. بربكان ده الحاجات دي مصريه صح؟ بالظبط. البربكان بشوفه في مصر انا، الحاجات اللي هي التفاح والخوخ والفراوله والاناناس. طيب الجبن بقى يا باشا، انا شايف كنافه كمان اهي. عندي الحمد لله في كنافه. علشان دخلة رمضان. انت قلبها اعدلها بعد اذنك. دي العدله بتاعتها. دي كنافه برضو للي عايز كنافه عشان رمضان. جرام. تمام. وفي الجبنه العكاوي علشان لو حابين نعمل كنافه بالجبنه. جبنه عكاوي. تمام. خلاص هي واضحه. عندي الجبنه البيضاء. ودي جبنه بيضاء اللي هي الاسطنبولي، دي كامله الدسم ودي قليله الدسم. بالظبط. طيب. عندي اللبنه السايله والكور. تمام. جبنه مشلله، جبنه حلوم. تمام. والجبنه السبريد بتاعت بوك. طيب
نخش بقى هنا، دي باميه ايه؟ باميه معلبه. باميه معلبه. وهنا دي ملوخيه ورق بتاعت السوريين دي. بالظبط. حلو. الاخوه السوريين بيفضلوها يعني المحل مش بتاع المصريين يا جماعه، هو صاحبه مصري بس هو بيجيب كل حاجه هنا. طبعا انا لسه كنت بقول الكلام ده على فكره بره قبل ما بدخل عليك. تمام. دي ملوخيه. وده ايه؟ زعتر العادي، وزعتر مناقيش، فلافل، خلطه فلافل الكريسبي. خلطة الفلافل دي تقدر ان انت تعملها على طول، بتحط ميه وعلى طول بتطلع وجاهزه، ومعاها قالب هديه. طب حط لي واحده تاني مع الحاجات بتاعتي دي اللي انا كنت عمال اوريها للناس. طب ايه تاني؟ فريكه كريسبي اللي هو البقسماط اللي بيتعمل بيه البانيه. الفيجيتار اللي عامل زي الفيجيتار. مرق الدجاج عندي البودر وعندي المكعبات. تمام. السميد عندي ناعم وخشن. ده السميد اللي هو ايه السميد؟ انا مش عارف يعني. السميد اللي هو بيتعمل منه البسبوسه. تمام. وده اللي هو القمح اللي احنا ده عدس بجبه. وده عدس الاحمر. تمام. عندي رز مصري اللي هو الحبايه الصغيره. رز مصري. تمام. شعريه برضه. حط لي واحده شعريه. انا نسيت اخد شعريه. معلش يا جماعه، انا بصور لكم ونقول برضه ايه تعرفوا الحاجات. محمود اللي هو رز بسمتي. ده رز بسمتي حلو. اعلى بسمتي اللي هو وسيله 2111. تمام. وده برغل برضه. برغل ابيض خشن. برغل عايز حمام ناعم. البرغل ده عايز حمام صح؟ بيتعمل منه الكوبيبه. بيتحشي منه الحمام. وده ايه؟ ده برغل بني ناعم حلو، اللي هو بيتحط في السلطه بتاعت التبوله. ده احلى حاجه بقى بصراحه. ورق العنب ده يا جماعه، ورق عنب يعني اللي ما بيحبش ورق العنب ده فاته كتير قوي. طيب ايه تاني بقى يا باشا بالنسبه للثلاجات؟ قلنا قلقاس، وقلنا ملوخيه، وباميه اللي هي ودي اللي هي الفلافل كوبيبه، والعيش طبعا ده، والخبز اللي هو اللبناني ده بيسموه خبز لبناني. طبعا في حاجات هنا كنكه بقى لو عاوز تشرب قهوه، عاوز برضو براد، عنده حاجات تانية، بقسماط. تمام. وقلنا قمر الدين والحاجات اللي هو قال عليها. في تاني برضو جميع انواع المربات، حلاوه طحينيه وحلاوه بالفستق وحلاوه ساده. وده اللي هو الفينو ده كنت بشوفه في الكويت وفي الامارات. جميل جدا على الفطار بصراحه. ميه ورد، ميه نعناع، ميه زهر. طيب خلينا بقى. ايوه ده اللي انا بقى برضو، عشان في ناس كتير بتحتار في موضوع البهارات ده ايه يا باشا؟ ده ليمون اسود وليمون اصفر علشان الكبسه. حلو. اللي تحت منه طبعا بهار شاورما دجاج، سواء دجاج او لحمه. عندي سماق، عندي 7 بهارات. حلو. وده الكمون ناعم، كزبره اللي فوق ده نعناع. ده نعناع تحفه. ريحته حلوه في الشاي والكلام ده. انت حتى شمامه وانت كزبره منه نص كيلو والكيلو. تمام. 7 بهارات نفس كربوناتو وملح. اللي تحت ده ايه اخر حاجه؟ ده الكمون المطحون بس كيلو. يا جماعه الحاجات دي متهيألي اللي هي الاستاذ محمد برضو بيدي للمحلات على حد علمي ان انت معظم محلات العرب، المطاعم الحمد لله العرب كلها الحمد لله عندنا. دي حقيقه. انا الحمد لله شركاء في النجاح، احنا بقالنا 2 سنين شغالين. الموضوع مختلف تماما معانا، وانا في واحد بيكبر الحمد لله بالظبط. ربنا يزيدك، انت تستاهل كل خير والله يا استاذ محمد. انت والاستاذه الاساس الفضل كله راجع للوالد والوالده الحاج احمد عز والحاجه سهام منصور. بالظبط كده. هم اللي بدأوا الموضوع من البدايه. انا الحمد لله زوج بنتهم، والحمد لله بنباشر مع بعض. كلكم خير وبركه. عندكم صفحه على الفيس برضو باسم الواحه العربيه على الفيسبوك وعلى الانستجرام. هحطها لكم برضو في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، عشان برضو اللي حابب ان هو يخش يستفسر اكتر. حبيبي طيب البهارات الصغيره معلش انا هتعبك معايا. البهارات بتاعه البيت عندي جوز الطيب، عندي كركم، عندي عصفر، عندي الشمره، عندي السماق، عندي الحامض ليمون. 7 بهارات. بهار الطاووق، البرياني، المندي، ورق لورا، والمراميه. الزهورات دي اهم حاجه للمعده، واي حد عنده اي تقلصات بتشيلها تماما. ودي اللي هي وكركديه. زنجبيل ناعم، بهار عنبه، الشاورما، دجاج واللحم. تمام. الكاري، السمسم. الحمد لله كل الحاجات البهارات. وده ايه؟ ده اللب الاسمر المصري. لب سوبر. يا عيني ده انت مدلع المصريين. يا باشا. وعند اللب او البذر اللي هو احنا في مصر بنسميه سوري. بس هو بذر عباد الشمس. في منه بملح ومن غير ملح. ومن غير ملح.
دي كانت يعتبر كده كل الحاجات اللي موجوده حاليا في الوقت الحالي، ولكن هو طبعا قال لي يعني تقريبا يوم الاثنين الجاي، احنا النهارده في ايام ربنا. المحل مفتوح في اي وقت للناس كلها تحت امرهم، ربنا يبارك لك. الحمد لله الخير موجود. بس بدايه رمضان يوم الاثنين ان شاء الله بقيه المفرزات هتبقى موجوده عندك كل حاجه كلها، لان كله صح. انا عن نفسي ما لحقتش اهوت، انا جاي يا جماعه عايز برضه اوريكم حاجه. انا الفول دوت بحب اعمله بالفلافل بصراحه، بحب اعمل الفلافل عندي في البيت. الفول ده انا ما بلاقوش غير هنا. الطحينه نفس الموضوع، ما بلاقيهاش بره، لان هو كمان المعلومه اقول لك بقى على حاجه بقى انا اعرفها من غير ما انت تقول لي. انا عارف ان انت بتدي الناس الطحينه اللي هي 18 كيلو للمحلات، وانت ارخص طحينه. انا عشان كده بقول للناس تيجي، لان انا عارف انا بروح اوشان وبنجي دوس بشتري الطحينه دي، والله العظيم بشتري الطحينه دي. انت الطحينه دي معلش بتبيعها بكام؟ معلش 908 جرام ب 7.5 يورو. ب 7.5. طيب انا بجيب ربع دي من مركز اللي عايش في البرتغال عارفه، اسمه ايه؟ اسمه اوشان. تمام. ب 5 يورو و80 سنت ربع دي، ربعها، مش ببالغ. انا عايز الارزاق طبعا لا ربنا، بس الحمد لله انا فاهم. احنا اسعارنا هنا مختلفين عن الناس كلها، مختلفه تماما. ما انا عشان كده انا مش عاوز اقول اسعار، انا عاوز الناس اللي بتتعامل من بره تيجي هتعرف قد ايه فعلا ان انت اسعارك. وخلاف ده كله يا باشا، انت عندك هنا كل حاجه حلال، وده كفايه. وبتوفر لنا حاجات احنا مش هنلاقيها في السوبر، لان انت عارف الجاله العربيه هنا مش كتير، هي مش كبيره، بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نغطي طلباتهم. طيب عموما في حد ليه طلبات معينه احنا بنجيبها له. يعني لو في حد في طلبات معينه مش موجوده عندي في المحل، انا بجيبها له مع اول طلبيه جايه وبتروح له. تمام. طب لو قلنا على المكان برضو للناس، احنا موقعنا موجود في باسو دولوميار، احنا قدامنا محطه الاتوبيس. الاتوبيس رقمه 778. قلتها بره بس تمام. بيتحرك من كامبو جراندي او بيتحرك من بنفيكا من عند المول بتاع كلومبو زي الفل، او محطه المترو بتاعت لوميار. لو مشي من هناك مش هيكمل ال10 دقايق. تمام زي الفل. او خط تاني اتوبيس 703 من عند محطه المترو بتاعت لوميار بينزلك عند المحل، غير برضو اللي هو 778 بالظبط. ده انت 10 على 10. انا ما قلتش الكلام ده بره. طب ادي اضافه تاني للمعلومات. الناس الحمد لله ربنا كرمهم معاهم سيارات، احنا الباركنج عندنا فري في اي وقت. انا صورت المكان من بره. المهم بقى فانوس رمضان اللي بره ده مش عايز تبيعه؟ للاسف هو مش للبيع، علشان ديكور المحل. انا عارف، انا بضحك معاك. كل يوم ما عدا الجمعه والاحد. ايوه. من الساعه 10 صباحا للساعه 6. كل يوم ما عدا الجمعه والحد. ما عدا الجمعه والحد. من اول السبت، سبت 2 3 4 خميس، ده احنا الحمد لله شغالين من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 6 مساء. تمام. كل يوم 1 4 هنمدها لغايه الساعه 7 مساء. تمام. عشان اللي بيخلص شغله الساعه 5 او الساعه 6 يلحق يجي لنا برضه بعد شغل. الله يجزاك خير، وكل سنه وانت طيب. شرفتونا ورمضان كريم، وان شاء الله ينعاد علينا كلنا بالخير واليمن والبركات. انا بقى حابب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. انا والله العظيم جيت هنا يعني مع الرغم ان انا عايش في البرتغال، بس انا حسيت باجواء رمضان. استاذ محمد مديني ايحاء بالزينه اللي هو معلقها ورايا، بفانوس رمضان اللي هو بره دوت. وبجد اي نعم احنا محرومين من رمضان مش زي مصر، ولكن الراجل دوت بنحاول على قد ما نقدر. الوقت القليل اللي انا جيت اشتري فيه الحاجه وما لقيتش كل حاجه، لان بسم الله ما شاء الله الحاجه خلصت زي ما قلت لكم. لحقت اللي انا لحقته الحمد لله. هنجيله تاني الاسبوع الجاي عشان نكمل بقيه حاجاتنا، وزي ما قلت لكم هحط لكم كل التفاصيل في صندوق الوصف. بشكر الاستاذ محمد على راسنا. شكرا جدا 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 لاستضافتك، وشكرا ان انت خليتني وتشرفونا في اي وقت. ربنا يخليك. شكرا ان انت خليتني اصور عندك عشان نعرف الجاليه العربيه وليس المصريين. احنا كلنا اخوات وكلنا بنرضى مع بعض. طبعا على راسنا. وتعالوا للاستاذ محمد وان شاء الله مش هيأثر معاكم، ونشوفكم في حاجه جديده. وسلام عليكم. عليكم السلام.